اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده من الفيديوهات اللي انتوا بتكتبوا لي عليها على طول في الكومنتات، عايزين اماكن للمصايف، والاماكن دي تكون سعرها كويسه وكمان قريبه من البحر. فيديو النهارده لشقه موجوده في اسكندريه. الشقه دي في العجمي. انا كنت الفتره اللي فاتت بنزل لكم فيديوهات لشقق موجوده في المعموره، والشقق دي في ناس عجبتها وفي ناس عجبتها بس شافت ان هي ممكن يكون سعرها اعلى شويه، رغم ان انا مكنتش بنزل الاسعار، بس اكيد الناس اللي اتصلت عرفت الاسعار. بس الشقق بتاعت المعموره او الشاليهات بيكون في منها الغالي والمتوسط والمعقول. وطبعا انتوا كتبتولي قلتولي لا احنا كمان عايزين ايه في كل مكان في اسكندريه. فانا طبعا الاول كنت بنزل لكم جولات للشواطئ، وانتوا دايما ان شاء الله في الصيف ده هنزل لكم برضو الشواطئ اللي موجوده في اسكندريه بكل انواعها في المستوى اللي انتوا عايزينه، والاماكن كلها النظيفه والكويسه، وهقول رايي فيها بصراحه. المهم ان انا جبت لكم شقه تاني. الشقه دي موجوده في اسكندريه، موجوده في العجمي، سعرها حلو جدا للايجار، سواء في شم النسيم او في الصيف او في العيد الكبير ان شاء الله. وهي من المالك مباشره، يعني هي صاحبتها هيكون التأجير منها مباشرة من غير ولا سمسار ولا شركات ولا أي حاجة. وكمان عشان أكون أمينة، هي المكان اللي أنا بصور منه الفيديو ده قبل ما ندخل على الشقة ده الروف شايف البحر. ليه صورت لكم الروف أول حاجة في بداية الفيديو؟ لأن الشقة مش شايفة البحر، يعني وانتوا في الشقة مش هتبقوا شايفين البحر، لكن الروف على طول شايف البحر. فأنا بوريكم هي ازاي قريبة من البحر. هي بالظبط بينها وبين البحر من دقيقة لدقيقتين مشي، لكن وانتوا جوه الشقة مش هتبقوا شايفين البحر. طبعا عكس الفيديوهات اللي انا كنت بنزلها لكم قبل كده، كانت بتكون على ممشى البحر على طول. بس الفرق ايه؟ الفرق اللي في ناس بتحب ان هي تكون على البحر على طول، وفي ناس بتحب ان هي تكون جوه شوية، ودي مش بعيدة خالص، دي بينها دقيقة او دقيقتين تعتبر على البحر. بس انا وريتكم ازاي هي بتشوف البحر. يلا بينا بقى نتفرج على الشقة. الشقة نضيفة جدا كويسة، زي كل فيديو بقول لكم اهم حاجة في المكان اللي انتوا هتاخدوه للمصيف او ايجار تصيفوا فيه، ده وقت اللي انتوا بتاخدوه تكونوا فيه وقت سعيد ومود كويس، فلازم المكان ده يكون نضيف ويكون امان. دي اهم حاجة ان انتوا تختاروها في المصيف بتاعكم. والشقة دي نضيفة جدا، بتستلموها في احسن حال ليها. الشقة زي ما انتوا شايفين العفش كويس، الديكور اللي فيها كويس كمان، كل حاجة فيها مظبوطة، متوفر فيها كل حاجة. ده الريسبشن اللي موجود فيه، الانتريه والتلفزيون زي ما حضراتكم شايفين كده. وعلى فكرة المكان هدوء جدا، مش بيكون موجود فيه في الصيف غير المصيفين، يعني كل اللي جايين عشان خاطر المصيف. وكمان هي بتتأجر باليوم وبالشهر وبالاسبوع، تقريبا بالاسبوع، هي قالت لي بالاسبوع مش باليوم. والايجارات اي حاجة انا بنزلها بتكون للعائلات فقط. وزي ما قلت لكم الشقة موجودة في العجمي، في البطاش بالتحديد، قريبة من كل الخدمات. هتلاقوا مطاعم، هتلاقوا كافيهات، هتلاقوا بينكم وبين البحر زي ما قلت لكم دقيقة او دقيقتين مشي، مش تحتاجوا ان انتوا تركبوا وتروحوا في كذا شاطئ حواليكم. مش تقدروا ان انتوا مثلا هتاخدوا الشقة هتروحوا شاطئ واحد هو اللي متاح ليها، لا انتوا متاح ليكم شواطئ كتير وقريبة، يعني مش هتروحوا مسافات بعيدة، وكل الخدمات زي ما قلت لكم قريبة منكم. غير كمان الشواطئ اللي موجودة في المكان بتعمل حفلات بالليل تقدروا ان انتوا تحضروها، وكمان هتبقوا قريبين من المكان اللي انتم مأجرين منه. وكل الاوض اللي موجوده فيها متوفر فيها كل حاجه، المفروض ان انتوا مش بتحتاجوا حاجه خالص. بس برضو لو انتوا حابين ان انتوا تجيبوا حاجه مفيش اي مشكله، في ناس بتحب تجيب حاجتها معاها. هي دي اول اوضه موجوده معانا غير الريسبشن اللي شفناه بره. الاوضه متوفر فيها سريرين زي ما حضراتكم شايفين، والدولاب عشان كمان لو انتوا عيلة كبيرة جايين، هي الأوض موجود فيها سريرين. حتى الأوضة التانية اللي احنا هندخلها دلوقتي برضو متوفر فيها سريرين، فلو اللي هتأجرها عيلة أو موجود فيها كذا عدد من الناس اللي موجودة فيها، لا هي الشقة مساحتها كويسة، وغير ان مساحتها كويسة متوفر فيها كمان كذا سرير. والشقة نظيفة جدا زي ما قلت لكم، وهدوء وأمان وقريبة من البحر. وانتوا بتتفرجوا معايا كده على الشقة، في حاجة برضو انا عايزة اقولها لكم، وتقريبا بقولها لكم في كل الفيديوهات اللي انا بقدمها. انا كنت بصور لكم فيديوهات للشواطئ في اسكندرية واماكن الخروج، وكتبتولي عليها عايزين مكان يكون ان انتوا تصيفوا فيه في اسكندرية، فنزلت لكم اماكن ينفع ان انتوا تصيفوا فيها. فالاماكن دي
انا اللي باجرها، لا، الاماكن دي بتكون بتاعت ناس خاصه بناس، في اماكن بتكون بتاعت شركات، وفي ناس بتكون من المالك مباشره زي الشقه اللي انا موجوده فيها، وفي كمان من السماسره. في ناس ما بتحبش الشركات، وفي ناس ما بتحبش من السماسره، بيحبوا من المالك مباشرة. كل الحاجات موجودة، بس المهم ان انا بس بقدم لكم الحاجات ان انتوا تقدروا لما تيجوا ما تتعبوش. يعني ما تتعبوش ان انتوا تختاروا شاطئ معين اللي انتوا تروحوه، الشاطئ ده حلو او وحش، امان او مش امان، اسعاره ايه، وتقعدوا تدوروا، وهو وقت مصيف انتوا جايين تقضوه كويس قوي. فبقدم لكم الشواطئ والاماكن الخروجات. لما كتبتولي اماكن ان انتوا عايزين اماكن شقق للمصايف، حبيت ان انا كمان اعرض لكم حاجات، الحاجات دي تكون حلوة وتكون امان، وبرضو بقدم لكم حاجات متنوعة زي ما قلت لكم. كل حاجة بقدمها سواء للشقق او الشواطئ بتكون تناسب جميع المستويات. دي حاجة انا حبيت ان انا اقولها لكم برضو زي ما بقولها لكم في كل فيديو. طبعا انا بكلمكم بس انتوا بتتفرجوا كمان على الشقة قد ايه هي حلوة قوي. دي تاني اوضة احنا فيها، الاوضة برضو نضيفة قوي وكويسة، وبتستلموا كل حاجة متوضبة ونضيفة وكويسة. وطبعا انا كل مرة بسيب لكم الرقم على الشاشة ان انتوا تقدروا تتواصلوا مع صحاب المكان، وصحاب المكان هم يتفقوا معاكم على السعر او على المدة اللي هتأجروها. وزي ما قلت لكم الشقة دي للإيجار للعائلات، وطبعا من المالك مباشرة. يعني اللي هتكلموها اللي هي صاحبة الرقم اللي انا هسيبه على الشاشة دلوقتي، دي هي صاحبة الشقة، يعني مش هتأجره ولا من سمسار ولا من شركة. وكمان سعرها كويس قوي. هي حاليا متاحة ان انتوا تأجروها سواء في شم النسيم، او كمان ممكن ان انتوا تأجروها للعيد الكبير. وعلى فكرة الحاجات دي بتتحجز، يعني ممكن حد يجي يحجز شقة يقول ان انا عايز احجزها، بس طبعا بتحجزوها بمقدم، بتحجزوها مثلا للعيد الكبير، لان ممكن تيجوا في العيد الكبير وما تلاقوش حاجة ان انتوا تحجزوها، او تلاقوا شقة فبيبقوا حاجزينها من قبلها. يعني المصايف عادة في ناس بتنزل فجأة كده ان هي عايزة شقة للإيجار فبيدفعوا مبلغ كبير، وفي ناس تانية بيبقوا حاجزين من قبل ما يجوا، وده افضل طبعا. وفي ناس بتنزل تتفرج عليه، بس الافضل كمان ان انتوا تحجزوا المكان اللي انتوا جايين عليه عشان ما تجوش وما تلاقوا الاماكن كلها محجوزة. ده كان فيديو النهاردة. حبيت كمان ان انا اوريكم حالة البحر في اسكندرية. يعني حالة البحر دلوقتي في اسكندرية ناس بسيطة جدا اللي على البحر، الجو برضو لسه ما بقاش اللي هو صيف وحر ان هو يكون في حالة البحر كويسة، ناس بسيطة قوي. البحر الشواطئ فتحت وهتفتح كمان يوم شم النسيم، وده هيكون اول ايام ان الناس فيها هتروح البحر، والشواطئ فيها اليوم ده بيكون زحمة. وطبعا في العيد الكبير وخلاص هو كل ده قرب، وكده هيبتدي بقى الشواطئ ان هي تكون زحمة ويكون فيها ناس كتير. واكيد طبعا هصور لكم كل الشواطئ واماكن للخروج وشقق تانية سواء في العجمي او في جليم او في ستانلي او في المعمورة، والاماكن كمان اللي انتوا بتحبوها اكتبولي عليها اللي عايزين تأجروا فيها او اللي عايزين تصيفوا فيها كمان. بس لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش ان انتوا تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس ولايك للفيديو وتسيبولي كومنت، وتشوفوا بقية الفيديوهات وتسيبولي رأيكم عليها، هتعجبكم جدا. اشوفكم في فيديو جديد على خير، مع السلامة.